سي بعزيزي، أول شيء مرحبا بك في مدينة العيون في زيارة لهذه المدينة هذه. أول شيء بعد ما وصلت قمت بواحد جولة استطلاعية حول المشاريع الرياضية هنا في مدينة العيون. شو ممكن تكون على هذه المشاريع الرياضية، وحول الملتقى الأول الإفريقي للإعلام الرياضي هنا في مدينة العيون. أول شيء أنا فرحان بالاستضافة والشرف شرفني. ثاني شيء اليوم قمنا بزيارة المنشآت الرياضية اللي في مدينة العيون، اللي تفاجأت يعني بالمستوى العالي وبالمنشآت بمعايير دولية، وهذا يحسب للمملكة المغربية ككل ولمدينة العيون بالذات، وللمسؤولين على مدينة العيون اللي هي يعني قامت بهذا المجهود وأنجحت هذا يعني من غير رجال ومن غير إرادة ما يصير حد شيء. صحيح المال قوام الأعمال، لكن الرجال أهم من المال حسب رأيي، وهذا فخر. يعني إذا كانت تدخل وتشوف منشآت في ظرف وجيز، هذا يدل على محبة الناس لبلادهم والتفكير فيها، وهذا حب الوطن، شيء يشرف ويدعو للفخر. ثانيا، المنشآت هذه هي باش تكون عندها يعني أهمية للفرد وللمجموعة، لكل فرد، لكل مواطن عادي، لأن منشآت تخص كل مواطن باش يمارس الرياضة بالمجان. هذه حاجة يعني نحطوا عليها برشا أسطر. للأجيال اللي عندها مواهب، لازم تكون يعني منشأ للمواهب في عديد الرياضات، مش كان في رياضة كرة القدم. أظن أن الناس أخذوا استراتيجية صحيحة وراهنوا على الرياضة، وشفنا الرياضة شنو تعمل في البلدان، وكيفاش تعرف بالبلدان، وكيفاش تطور البلدان. وخير دليل كأس العالم الأخير في قطر، يظهر لي كأس العالم أعطى لقطر ما لم تعطيه للغاز ولا البترول ولا الفلوس. فهنيئا لأهل العيون، وأتمنى لهم النجاح، وأتمنى لنا أن نصل إلى ما وصل عليه أهل العيون والمملكة، وأتمنى مزيد من النجاح للمملكة المغربية على الصعيد الوطني والإقليمي. وإن شاء الله يا رب نشوفوا في بلادنا نحن حاجات هذا اللي كما فرحنا بها في المغرب. أتمنى أنا يوم من الأيام نشوفها في تونس. هذه حاجات يعني نحلم بها إن شاء الله. شكرا. وشكرا على كل شيء في مدينة العيون. شكرا ربي جزيلا. يخليك.